كشف مصدر خاص عن اهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد مع ثنائي من الدوري المصري من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأوضح المصدر في تصريحاته أن بيراميدز يضع الثنائي عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر الإسماعيلي ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي ضمن أولوياته لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق. وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز تبحث عن بديل مناسب لتعويض غياب محمد حمدي ظهير أيسر الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وتابع المصدر: يأتي دخول عبد الكريم مصطفى ومحمد حمدي ضمن حسابات نادي بيراميدز في ظل المغالاة المالية من جانب نادي بتروجيت في مطالبة الموافقة على انتقال توفيق محمد، والذي لا يزال المرشح الأقوى لتدعيم هذا المركز. واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أنه في حال فشل المفاوضات مع نادي بتروجيت سواء لإتمام الصفقة بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، فإن أحد الثنائي عبد الكريم مصطفى أو محمد حمدي سيكون الأقرب للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي الجاري.